وقلنا وبنقول البيت اللي من غير دقيق حاله بيضيق. صلوا على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. عملنا النهارده وصفة جميلة جدا جدا، محتاجة ان انتوا تجربوها وكمان تشيروها لكل اصحابكم ومعارفكم. عملنا مع بعض يا حلوين الكوكيز بطريقة جميلة جدا وسهلة وبسيطة خالص خالص. طبعا مكوناتها موجودة في كل مطبخ. كله هيقولك دايما بتقولي، هقولك على طول دايما مكوناتها موجودة في كل مطبخ. شعارنا في قناتنا بنبسط الامور منعقدهاش، وزي ما كلكم عارفين يا حلوين ان ده شعار القناة بتاعتنا. على قد الامكانيات والموجود في بيتك وفي مطبخك بتعملي الوصفة، وان شاء الله بتطلع معاكي ناجحة ومضمونة باذن الله تعالى. صلى على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج باذن الله تعالى. مبدئيا كده يا حلوين عملنا الكوكيز بطريقة زي ما قلت لكم سهلة وبسيطة. المكونات موجودة في كل مطبخ بإذن الله تعالى، ولو طبعا مش موجودة عندك مش هتحتاري فيها خالص لأنها حاجات بسيطة جدا جدا. طيب الطبق الجميل ده عملته بكوبايتين من الدقيق. كوبايتين من الدقيق، أيوة كوبايتين من الدقيق عملنا الطبق الجميل دوت. هتحطيه كده للولاد يفطروا به الصبح مع كوباية حليب، اللهم بارك، بتبقى جميلة جدا جدا. ممكن كمان تحطيه كده جوزك رايح الشغل الصبح بياخد منه واحدتين، حاجة كده زي تغيير ريق كده على الصبح، جميل اللهم بارك، وكحلويات بيكون حلو كمان وبينفع. طيب لما تيجي نشوف عملناها ازاي الوصفة الجميلة دي ومقاديرها بتتكلم بتقول ايه. مقادير الوصفة بتاعتنا الكوكيز يا بنات، معايا كوباية نص كوباية من السمنة، نص كوبايه من السمنه، نص كوبايه من الزبده اللي موجود عندك زي ما قلت لك اشتغلي. انا حطيت السمنه وتكون بدرجه حراره المطبخ كده زي ما انتم شايفين. وحطيت عليها برضو نص كوبايه من السكر البودر. تمام، السكر البودر ده انا مش شاريه من بره، انا عاملاه عندي في المطحنه في الخلاط. عملت نص كوبايه من السكر وزي ما انتم شايفين كده نزلت بيها على نص كوبايه من السمنه. هقلب كده كل الخليط ده مع بعضه، السكر والسمنه مع بعض لحد ما لون السمنه يبتدي يغير، وكمان تلاحظوا ان السكر داب تماما في الخليط. وصفة النهاردة عشان تكون معاكي ناجحة يعني حاجات كذا حاجة كده هتعمليها. السكر لازم يكون بودر، ما تسمعيش كلام حد يقولك ان السكر يكون حبيبات وتبداي تدوبيه وهيدوب معاكي، استحالة. خدي بالك لازم يكون سكر بودر وتبداي تعمليه كده. عملته انا معاكم بالمضرب اليدوي بسيط جدا جدا، يعني من غير خلاط، من غير مضرب كهربائي ولا اي افتكاسات. هنعمله كده بالمضرب اليدوي الموجود في كل مطبخ. بعد كده هنضيف شايفين الخليط بتاعنا بيض خالص ازاي. تفضلي بقى، انا بصراحة يعني وقفت الكاميرا حوالي 3-4 دقايق عبال ما خلطت المكونين كده مع بعض، وبدأ لون السمنة يفتح معانا بالشكل دوت كده والسكر يدوب تماما. تمام، بعد كده هنضيف حبة واحدة من البيض على الزيت، على السمنة سوري معلش، والسكر. وكمان طالما يعني موجود معانا بيض يبقى اكيد هنحط فانيليا. هتحطي فانيليا سايله، هتحطي فانيليا بودر، المتاح عندك استعمليه. هبدا اقلب كل برضو الخليط مع بعضه كده، البيض والسكر والسمنه مع بعض بالشكل دوت لحد ما البيض يدوب تماما كده مع الخليط. عايزه اقول لكم ناعمه جدا جدا، كريمي خالص وانسيابيه، مش محتاجه منك مضرب كهربائي ولا محتاجه منك مجهود تماما. انت بس بالمضرب كده اليدوي وهتعمليها باذن الله تعالى. حبيت اعمل الوصفه بتاعتنا النهارده كده نكون مع بعض، اشارككم الوصفه. عملتها بالمضرب اليدوي علشان طبعا اللي غير متاح عنده خلاط او المضرب الكهربائي، فانا حبيت اسهل لك الوصفه تقدري تطبقيها باذن الله. بعد كده انا بحط يعني حاجه لا تذكر كده من الملح عشان تظبط الطعم او تعادل الطعم معانا. يعني كلنا عارفين المعجنات كلها تماما لازم يكون فيها حاجة، يعني حاجة بسيطة كده من الملح عشان ايه تعادل الطعم. بعد كده بقى هضيف الدقيق، المكون الاساسي في الوصفة بتاعت النهاردة. الدقيق يا بنات انا هنخلاه كويس
وهقولك تاني ان الدقيق لازم تنخليه اكتر من مرة. نخلته وجهزته كده على جنب. طبعا كده مرحلة المضرب انتهت، مش هقدر اكمل بيه تاني. رحت كده نفضته وشيلته، وهبدأ اشتغل بالمعلقة برضو. كل حاجة كده معانا ليها مرحلة معينة. ببدأ بقى اقلب بالمعلقة. عندك الاسباتيولا هتستعمليها، المعلقة العادية، المعلقة الخشب، مفيش مشكلة خالص بايدك. بس انا محبتش استعمل ايدي في اول الوصفة، كده بتكون لسه لزجة، هتلبخ كده في ايدي. فحبيت اقلبها كده بالمعلقة الاول، وبعدين هشيل المعلقة، وبعدين ابدأ اقلب الخليط بايدي عشان اقدر اتحكم في العجينة وسمكها، واشوفها محتاجة دقيق تاني ولا لا. انا استعملت يا بنات كوبايتين من الدقيق. تمام. الطبق الحلو اللي شفتوه في اول الفيديو عملته بكوبايتين 2 من الدقيق بس. فطبعا لو انت هتعملي كمية اكبر هتضاعفي المكونات اللي احنا اشتغلنا بيها كده في اول الفيديو، زي ما قلتلك، زي السمنة والسكر والبيض، هتضاعفي المكونات. طيب بتضيفي ايه تاني كده يا ام عمر؟ هقول لكم يا بنات، انا ضفت النشا. حطيت 3 معالق صغيرين من النشا على الخليط بتاعنا. النشا عامل حلو جدا في الوصفة بتاعت النهاردة. هقول لكم ليه. هقول لكم النشا بيدي كده قرشة حلوة في الكوكيز، بالرغم من انه بيكون ناعم ودايب من قلبه، بس من بره كده بيكون في قرشة جميلة، وبتديله طعم حلو خالص. تمام. طيب انا ضفت تاني، هقول لكم المعلقة دي معلقة صغيرة او نص معلقة كبيرة من البيكنج صودا. طيب ما عندكيش بيكنج صودا، هتحطي بيكنج باودر، هتحطي كيك شيف، اي مادة رافعة هتحطيها على الخليط، وتبدأي تقلبي كده الخليط كله مع بعض. هبدأ ارفع المعلقة بقى كده، خلاص مهمتها معايا انتهت. هبدأ اقلب الخليط دوت كده بايديا بصوابعك بس كده، حبيبة قلبي هتلميه. حاولي هتلمي العجينة بصوابعك بس، مش هتعجني، هتلميها بس، لان طبعا الكوكيز من انواع البسكوتات، فمش هينفع ان انتي تعمليها تعجنيها عشان ما تعضمش معاكي. تمام. بلمها كده بس بصوابعي، لم بس كده. وبعدين هبدأ اقسم العجينة بتاعتنا لجزئين عشان نقدر نشكلها. هيبقى جزء الشوكولاتة وجزء عادي اللي هو الابيض والاسود، انا بسميهم كده الفريقين الكرة، الابيض والاسود. طيب زي ما قلت لكم الكميه اللي شفتوها في اول الفيديو بكوبايتين من الدقيق. لو انت حابه تضاعفي الكميه هتضاعفي كميه كل حاجه اشتغلنا بيها. لو انت هتعملي النص بالظبط كده، او هتعملي الكميه مرتين، ان انت هتضاعفي بقى كميه السمنه والسكر والبيض والدقيق. يعني بدل مثلا ما هتعملي كوبايتين دقيق، هتعملي 4 كوبايات دقيق. ده لو هتضاعفي الكميه. السمنه بدل نص كوبايه هتحطي كوبايه كامله، والسكر كذلك. فاهمين؟ طبعا قسمت كده العجينه بتاعتي النصين زي ما قلت لكم. الفريق الاول هنحط معلقه من الدقيق على العجينه الاولانيه اللي هي البيضه، الفريق الابيض. هنضيف معلقه من الدقيق، وبعدين نلمها برضو كده، بحيث ان هي تكون معايا متماسكه بشكل واضح، مش سايبه خالص. تمام. طبعا انت بتحسي العجينه وهي في ايدك، لو مش محتاجه دقيق ما تضيفيش، لان يا حبايب قلبي نوع الدقيق بيختلف. تمام. فممكن لو مش محتاجه دقيق ما تضيفيش خالص، لميها بس على كده واركنيها على جنب، وسيبيها ترتاح بتاع يعني حوالي 3-4 دقايق بس كده، بنسيبها ترتاح، وبعدين نبدأ نشكلها. ادي الجزء الابيض هنركنه كده على جنب في البولة بتاعتنا، وهنبدأ نشتغل في الجزء التاني اللي هو البني او الاسود. اقول لكم هنعملها برضو ازاي. تمام. هركنها كده على جنب، واجيب بقى الجزء التاني معايا. الجزء التاني محتاج برضو هضيف عليه معلقة كبيرة هرمية او معلقة ونص من الكاكاو الخام. خدي بالك لازم يكون كاكاو خام عشان يطلع معانا لون البسكوتات او الكوكيز، اللون الغامق الحلو اللي انتوا شفتوه كده برضو في بداية الفيديو. عادة احنا لما بنعمل المعجنات بنعملها بالكاكاو الخام، بيكون طعمه احلى في المعجنات عن الكاكاو المحلى عادة يعني، وكمان كشكل بيدينا شكل حلو جدا. زي ما انتم شايفين كده يا بنات، بلمها بس كده بصوابع مش بعجن. ببدأ الم العجينة تماما، وبعدين اركنها برضو على جنب زي العجينة التانية حوالي 3-4 دقايق، وببدأ اشتغل فيها كده
طريقة التشكيل هقول لكم دلوقتي، وهيكون معانا برضو من ضمن المكونات الشوكليت شيبس. لو انت حابة تضيفي بقى على العجينة دي او دي في العجينة كده، في قلب العجينة قطع من الشوكليت عادي بتضيفيها. حابة تزيني بيها بس مفيش مشكلة، زي ما انا عملت كده، انا زينت بيها بس ما ضفتش في قلب العجينة. تمام تمام. لميت العجينة بتاعتي اهوت، اللهم بارك، وهبدأ برضو اركنها كده على جنب لحد ما ترتاح شوية، وابدأ اشتغل في العجينة التانية. كده معانا الفريق الابيض جاهز، والفريق الاسود برضو هنبدأ نشكل الفريقين وننزل ماتش الكورة. عادة بسميهم كده الفريق الابيض والفريق الاسود، الولاد دايما بيقولوا كده. خلاص انا العجينه بتاعتي جاهزه، هركنهم كده على جنب زي ما قلت لكم، ونبدا بقى نشكل العجينه. معايا الطبق حاطه فيه الشوكليت شيبس كده جنبي، ومعايا برضو صينيه دهناها دهنه بسيطه جدا من عايزه اقولك تدهنيها زيت سمنه مفيش مشكله، اي ماده دهنيه، وكل حاجتك كده جاهزه جنبك وتبداي تشتغلي فيها. ما بتاخدش وقت خالص يا بنات، هو بس عشان التصوير عاده هو اللي بيكون فيه وقت شويه، بس والله العظيم عايزه اقول لكم ما بتاخدش وقت خالص في عجينها وتشكيلها، وكمان تسويتها غير مكلفه وغير مهدره للوقت بالمره. تمام. هبدا بقى اشكلها زي ما انتم شايفين كده، اخد قطعه قطعه، ولازم تكون القطع متساويه في ايديكي. هاخدها كده. لو انت من النوع اللي ما بيقدرش يتحكم في حجم العجينه او القطع تكون متساويه زي بعضها، ممكن تستعملي الكوبايه المعياريه وتقطعي بيها وبعدين تشكليها كده. ومعايا طبق الشوكولات شيبس بالشكل دوت كده، باخد القطعه وابدا افردها على الشوكولات شيبس بحيث انه يبدا ينغمس فيها كده كويس بالشكل دوت. وكمان ما بنفردهاش خالص علشان ما تبداش تفرش معانا، لان فيها ماده رافعه، يعني انت يا دوبك بس تكوريها كوره كده بسيطه، وتديها كده بصمه صباعك البصمه بس كده، فرده بسيطه خالص. تمام تمام. وهبدا برضو اعمل معاكم واحده تاني كده عشان اوضح لكم الصوره او الرؤيه ازاي انا عملتها. زي ما قلت لكم ببدأ اكورها وبعدين افردها، ابصمها بس كده في الشوكولات شيبس عشان تطلع زي ما انتم شايفين كده. اللهم بارك. صلوا على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. ما تنسونيش يا حبايب قلبي تعملوا شير للفيديو القمر دوت لكل اصحابكم وحبايبكم ومعارفكم، ونشاركوهم الفيديو علشان يقدروا يطبقوا الوصفة زينا كده بالظبط، تطلع معاهم احسن مننا كمان. ما تنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب. متنسوش دعواتكم ليا بصالح الأحوال، ربنا يهدي لي حالي وينور لي طريقي ويرزقني من أوسع الأبواب يا رب العالمين. ربنا يرزقني ويرزقكم بإذن الله تعالى. ربنا يهدي لنا أولادنا أجمعين ويوفقهم في الدراسة، لأن بصراحة الأيام ربنا يعني يرحمنا برحمته. ربنا يا رب يعين كل حي على حاله، ويعين كل صاحب بيت على رزق أولاده وعلى مصاعب الحياة، اللهم آمين يا رب العالمين. بصوا حبايب قلبي، انا خلصت الفريق الابيض كده، عملتهم وشكلتهم وكده. جنبي الصينيه برص فيها بعد ما بجهز التشكيل كده. انا دخلت على المرحله التانية اللي هو اللون البني او اللي بالشوكولاته. هبدا برضو نفس الخطوات اهو، ببدا اكورها واغرزها في الشوكولات شيبس كده بالشكل ده. اللهم بارك. زي ما قلت لكم سهله جدا جدا، بسيطه، غير مكلفه خالص، غير مهدره للوقت، بتعمليها في دقايق تفرحي بيها الولاد. وكمان تسويتها مش صعبة جدا، يعني هقولك دلوقتي تسويتها بتكون ازاي. ادي بقى الكمية اللي انا عملتها زي ما انتم شايفين، جميلة جدا جدا، شكلها شهي خالص. اللهم بارك. طعمها عايزة اقول لكم فوق اللذيذ بصراحة. كل اللي دقها قال لي بصراحة تسلم ايدك، جميلة جدا جدا. بسكوتات الكوكيز جميلة وتستاهل انتوا تجربوها على طريقتي بإذن الله تعالى. تمام حبايب قلبي. هنبدأ بقى ندخل البسكوتات بتاعتنا كده. بعد ما خلصتها بسيبها حوالي 5 دقايق كده على الرخامة برضو، وبعدين بشغل الفرن بتاعي على درجة حرارة 180 على الشبكة كده في النص، وبندخل صينية الكوكيز زي تسوية اي معجنات، بس دي ما بتاخدش وقت اطول خالص، ما بتكملش بتاع حوالي 10 دقايق في الفرن. تمام. وتاخدي بالك منها كده، تبدأي تحركيها وتشوفيها من تحت خدت لون ولا لا. مجرد ما بتاخد لون من تحت خلاص تمام، بتطفي الفرن وتشغلي لها الشوايه عشان البسكوتات اللي باللون الابيض تاخد لون كده محمر زي ما انتم شايفين كده دلوقتي. تمام. لو انت بتعمليها كلها باللون البني مفيش داعي ان انت تشغلي الشوايه خالص، لان طبعا اللون البني بيكون كده مستويه تماما مع نفسها وما بتحتاجش ان انت تشغلي لها الشوايه.
فانا بضطر اشغل الشوايه عشان اللي هو اللون الابيض ياخد لون كده زي ما انتم شايفين، يكون احمر شويه ويكون طعمه حلو. عايزه اقول لكم جميله جدا جدا، ممتازه ورائعه، دايبه دوب كده من قلبها، وكمان فيها قرشه من بره ممتازه كده. وانا بكسرها لكم فكروا ان هي ناشفه معايا، بالعكس خالص، بس انا ما بقدرش اكسر حاجه شويه، فرحت كده خدتها ما بين ايديا الاتنين. اللهم بارك، ممتازه دايبه دوب يا بنات، وطعمها فوق الرائع. كل ده قال جميله بصراحه. تسلم ايديكم وعينيكم، تسلم عينيكم على مشاهده الفيديو الجميل، وتسلم ايديكم الحلوه اللي حطت لي لايك للفيديو القمر، وكل ما نشترك في قناتنا. نورتونا وشرفتونا وكترتونا باذن الله تعالى. ربنا يديمكم نعمه في حياتي، احلى متابعين واحلى جمهور حله وبوتاجاز مع ام عمر. ما تنسوش يا بنات تعملوا شير لكل اصحابكم الفيديو القمر ده، وما تنسوش تسيبوا لي كومنت حلو وتقولوا لي انت من اي مكان بتشاهدوني. وكمان صلوا على رسول الله في التعليقات، عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلاه تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج باذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.